لماذا لا يقع الجدار؟ لماذا لا يقع الجدار؟ سليمان ولد يافع ولد يافع ذكي ذكي يفكر دائما يفكر دائما بما حوله ويسأل وفي يوم من الأيام كان سليمان يساعد أباه على بناء جدار في البيت وكلما ناوله لبنة نظر إلى الجدار وأخذ يفكر فسأل أباه فسأل أباه لماذا لا يقع الجدار يا أبي؟ لماذا لا يقع الجدار يا أبي؟ ابتسم أبوه وقال يا ولدي عندما تكون اللبنة وحدها فلا قيمة لها ولكنها عندما تسند إلى اللبنة التي تحتها وتحمل اللبنة التي فوقها وتتماسك مع التي بجنبها منها هنا وها هنا يصير الجميع قوة فلا يقع الجدار. فكر سليمان كثيرا في كلام أبيه وهو يسأل نفسه كيف يبني الإنسان نفسه وكيف يساهم في بناء بلده فتذكر كلام معلمه البارحة حين قال يبني الإنسان نفسه بالعلم ويساهم مع أبناء الوطن وبناته في بناء بلدهم. فالبناء يحتاج إلى الحجر الصغير كحاجته إلى الحجر الكبير فيد على يد قوة ودينار على دينار ثروة وحجر على حجر بناء. لماذا لا يقع الجدار؟ سليمان ولد يافع ذكي يفكر دائما بما حوله ويسأل وفي يوم من الأيام كان سليمان يساعد أباه على بناء جدار في البيت وكلما ناوله لبنة نظر إلى الجدار وأخذ يفكر فسأل أباه
فسأل أباه: لماذا لا يقع الجدار يا أبي؟ لماذا لا يقع الجدار يا أبي؟ ابتسم أبوه وقال يا ولدي عندما تكون اللبنة وحدها فلا قيمة لها، ولكنها عندما تسند إلى اللبنة التي تحتها وتحمل اللبنة التي فوقها وتتماسك مع التي بجنبها منها هنا وها هنا، يصير الجميع قوة فلا يقع الجدار. فكر سليمان كثيرا في كلام أبيه وهو يسأل نفسه كيف يبني الإنسان نفسه وكيف يساهم في بناء بلده. فتذكر كلام معلمه البارحة حين قال يبني الإنسان نفسه بالعلم ويساهم مع أبناء الوطن وبناته في بناء بلدهم. فالبناء يحتاج إلى الحجر الصغير كحاجته إلى الحجر الكبير فيد على يد قوة ودينار على دينار ثروة وحجر على حجر بناء